منهم من ينتقد ومنهم من يغلين بمناقشتنا احنا كأشخاص، لا يردوا على ما نقوله ولكن يحذروا الناس من مشاهدتنا. طبعا منهم من ينتقد ومنهم من يهاجم ومنهم من يشتم، وطبيعة الحال كما هو معروف ان الشتيمة تلف 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 وذي الرجالة عندنا، واحنا نوصلها بطريقتنا لصاحبها. احنا يعني لازم نوصلها، نفعل فيها خير وفي صاحبها نوصلها بطريقتنا ولكن بكل احترام، يعني مش زي شتائمهم. من هذه الشتائم أو التهمة اللي وجهت لنا، طبعا كل واحد بيهاجمنا بطريقة مختلفة، ولكن من أهمها لن نسمح لا للربع ولا لغير الربع من يخدم المشروع الحوثي أو من يخدم المشاريع الأخرى. من يقول في الرئيس شيء فإنما هو يخدم الحوثي، يخدم إيران، سواء كان عبر الفن والأكاديمية. يا سلام، هذا التهمة الأولى. طبعا هذا قناة الشرعية يتهمونا إن إحنا حوثيين إيرانيين. خال ايوه سجل عندك حوثي إيراني. منو يعني حوثي ايراني؟ إحنا هذا معروف الحاجة ثانية. يلا سجل عندك. طبعا هذا في قناة الشرعية. ليش يصنفوك حوثي إيراني؟ مجرد ما تنتقد الرئيس هادي خلاص صنفوك. الرئيس هادي عندهم خط أحمر لا يجوز انتقاده، وإلا فأنت حوثي إيراني زي ما قال لكم. هذا على أساس هذا مذيع الآن صاحب البخيتيل المفروشات. بأيش بننتقده قلت؟ الفن والأكاديمية. الأكاديمية طبعا يشتي يقصد الفن والكوميديا. ايش بيسميها؟ أكاديمية. كوميديا أكبر كوميديا أنك مذيع أولا، هذا لوحدها قمة الكوميديا. عندما واحد يقدم سيفي لقناة على يشتي حارس، شافوا مقدم يكون حارس، شافه قال خلاص مقدم ودخل مذيع، قصته مذيع، ما عاد رضى يفك الميكروفون من ذاك اليوم. أكاديمية يا أكاديمية. تمام، هذا أول تهمة. طيب عند إعلام الحوثي، هذا إعلام الشرعية، إحنا حوثيين إيرانيين. إعلام الحوثي إيش يصنفنا؟ البوق الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، ينفذ أجندة لمخابرات أمريكية وإسرائيلية. يا سلام، اكتشف ان احنا نتبع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وننفذ أجندتها. صراحة متوقع مننا، متوقع واحد مصاحب هذا الثورة. ايش تتوقعوا منا يعني؟ منسق مع الفي اي بي ومدري ايش اسمها، الاف بي اي والبفباف الامريكي راسا والموساد ايش تتوقعون مننا؟ بيقول لك احنا تابعين المخابرات الاسرائيليه والامريكيه. اوه ماي جاد، كشفنا ابن الذين. شفت كيف كشفنا الذكي هذا؟ خال ايوه سجل عندك. ما سجل؟ تابع للمخابرات الامريكيه والاسرائيليه. انت؟ ايوه. معقول هذا الكلام؟ اكيد يعني ما وصلكش خبر؟ نعيمة عارفة؟ سهل بنبلغها، سهل اكتب. يعني اسجلك دحين تابع للمخابرات الامريكيه والثور هذا؟ سجل اي حاجه. تبع من اسجلك؟ This is was I Thomas walking by school. حرام ما يفهمك الا اللي خلقك. تبع الزريبه اسجلك. ايوه، باقي حاجه يا مكتشف؟ اكتشفت حاجه او فقط احنا تابعين المخابرات؟ احس ان احنا اخضر من هذا الامر، اكثر من مجرد مخابرات. اكتشفت شيء ثاني؟ احنا ما عندناش مانع نشتغل اضافي. باقي شيء؟ وأيضا أنهم تبعا للسعودية. تابعين من؟ السعودية. من كمال المشاقر، ما الجسم بجسم ما شاء الله. واخرتها السعودية. الله. خال ايوه سجل عندك. ما سجل؟ تابع للسعودية. تابع لي من؟ السعودية. سجل. سعودية. طيب اسأله، قل له السعودية فين؟ الرياض، المدينة اين؟ وهو بيشتغل كتاد او ايش؟ ما سجل. انا تابع للبطحة. البطحة. طيب وهذا الثور هذا؟ سجل. هذا وانت تبع من؟ سجل حرج بن قاسم. حرج بن قاسم. وانا اقول لك رخيص. يقول لك مالك خالك. رئيس الفصل الذي ما همه إلا يسبر التال حقه ويظهر على أساس أنه طالب من طلبة المدارس، لأنه مهتمين جدا، كان في بلدنا اليمني مهتمين جدا بالمدارس. واليوم قد يشتوتوا لنا نمطية برنامج ساخر رئيس الفصل. أيوة، مهتم بإيش؟ سبر التال حقه. مهتم صراحة، أنا مهتم يعني يطلع الموضوع لا هي مخابرات أمريكية ولا هي السعودية ولا هي حاجة، يطلع إنه بيحسد إنه أصلع وأنا معي شعر. يا أخي عادي، قالك بيهتم بالشعر حقه. طبيعي هذا تروح أهتم بشعر الجيران، أهتم بشعري. بعدين لا تحسد. هو فتشوب هذا، هو فتشوب مش هو الشعر. أنا قادر أركب لك الآن. شوف هذا، أنا شوف
الآن تنفع تبع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. طبيعي، أما لو عاد تقلب لحيتك فوق يا سلام، رئيس فرع المخابرات. الله على حساد، قال لك مهتم أيوة، والتهمة الثانية مهتمين بإيش؟ مهتمين جدا بالمدارس. مهتمين بالمدرسة، هذا تهمة صراحة أخص من الشعر، أخص من الشعر. مهتمين بالمدارس، مش إحنا زيهم مهتمين بالمقابر ولا بالمتارس ولا بالألغام، مهتمين بالمدارس. خال ايوه سجل عندك، ما سجل. مهتم بشعره. هذه مش تهمة يا ابن اختي. هذا قشري على الحاصل، سجل. مهتم بشعره، مهتم بشعره. كمل عاكس خط ولا حققت أي هدف. ولا حقق أي هدف، عاكس خط ولا حقق أي هدف. ربما جايز، بس أعرف واحد كان يطلع يختضب خطبة الجمعة عن عاكس خط وعن البرنامج، وتقدم فيها برامج ساخرة، منها برنامج عاكس خط، وهذا ترويج، هذا إفساد، هذا تدمير لبلدنا اليمني. كان خطب الجمعة عن عاكس خط من فوق المنبر. عرفت منو هذا؟ قصدك إنه خلاص قد غطيت الصلاة ما نعرفك. كان يطلع يختطب عن عاكس خط. وإيش التهمة هذا المرة؟ هذا إفساد، هذا تدمير لبلدنا اليمني. خال ايوه سجل عندك نفر تدمير وحبتين إفساد. وعندك نفر تدمير وحبتين افساد دبل يعلن. باشر عمك باشر. استهزاء حتى بشهيدنا القائد الذي أسموه في هذا البرنامج بأنه قرين الكمران الشقادة. زعلان على سيدهم. ليش نقول قرين الكاميرا؟ ايش تشتينا نقول عليه يعني؟ وكان يشرب سيجارة كاميرا، تشتينا نكذب على الناس ونقول انه قرين ملبورو مثلا؟ هو كان يشرب كاميرا وما اشتريش بفلوس. عادوا يطلب من الشباب اللي جنبه، ها يا شباب خمس نقص لو سمحتوا، خمسوا. اشتري، شو متعود على الخمس؟ زعلان. وهكذا الحوثيين ايضا معهم خطوط حمراء لا يمكنك انتقاداتهم. سادتهم بيشوفوهم هؤلاء منزهين ومقدسين، لا يمكن تنتقدهم. واذا انتقدتم فانت صهيوني امريكي تابع للسعوديه ومهتم بشعرك. وايضا تهم اخرى مش الا هذا بس. مثل هؤلاء السذج الذين أصبحت لهم برامج ساخرة. هذا الرجل الغبي الأحمد الحمار ما قدمت أي شيء، مفلس وغبي وأحمق. هو إنسان منحط من أول لحظة. وعجيب حقيقة عندما تجد بعض الناس يضحك من موقف ساخر يعطيه، لا، إنسان سيء إلى درجة كبيرة جدا، منحل أخلاقيا، فقد يرقص أمام السعوديين، وإنسان سيء. سنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة ونواجهه. سيتصدوا لي وبايش بكل ما أوتوا من قوة. علي أنا الفقير إليك يا رب. تصدوا لي بكل ما أوتوا من قوة. وكل هذا السب. خال ايوه سمعت السب هذا والتهم والشتائم؟ سجل. ايش اسجل يا ابن اختي؟ هذا كثير هذا. لقط اللي يعجبك، لقط ما نختلف. اللي يعجبك انتم يسبوك انتم ولا انا؟ طيب خلاص لقط، اكتب اللي تشتي. انا علي اسجل بس. تمام. انا زعلني ايش قال؟ الحمار. ليش حد تمط هكذا تسلحب الحمار بعدك؟ عادي يقول الحمار، ضروري تقول الحمار. يعني هو تقول اسمه مش ضروري تقلد صوته. ايوه. باقي ايضا تهم اخرى، قنواتهم مليانه وشغاله علينا. الناقه الله دخلها بتشتغل داين، بتشتغل ولا اجل. ناقه بتشتغل مع 17 دوله وما بيش معك مكيف. قل لنا والله لا نفرق لك. يا حي الله اختي سوسن، كيف قلت لي شكل هذا يقرب السعودية نفس الفصيله. سجل يا خال. مو سجل. يقول لك احنا نتبع 17 دولة. 17؟ ايوه. مين الدول؟ سجل مش عارف، افريقيا، قارة افريقيا. المهم سجل. ايوه طبعا هذا المضحك حق محمد العماد البزي حق يعني يقولوا. بس هذا ضروري تضحكوا له يعني، هو ما شاء الله. واحنا نحب نشجع المواهب، نشجع ونضحك. ايوه. باقي حاجة، باقي نكتة تضحك. يا قلتكم الله، ده محمد ولا سبستو؟ ده احنا انت سبستون ولا 8 بسطو؟ مالك ما تضحكوا له؟ مالك ما تضحك له هذا؟ مالك يضحك له ويضحك له الجاهلي خلاص ما هو يا ابني
احنا قلنا تمام نشجع المواهب، بس وين الموهبة اللي نشجعها؟ ايش النكتة اللي قلت؟ دحنا انت سبستون ولا 8 بسطوا؟ انتظر مننا نضحك، اسألك بالله منين يجي له الضحكة؟ بس وين النكتة؟ وين الضحكة شوف يا محمد العماد، قد معك انا بطلع في التلفزيون عادي، طلع واجهني وتكلم علي وهاجمني براحتك رجال. يعني ليش تتخبى؟ ما فيش داعي تدخل العوائل بيننا والرخويات ولا. اطلع اتكلم وسبني واشتم براحتك، لا تحشرش يا ولا. هذا مش حلوة في حقك. طبعا هذا في البداية جابها العماد يمثل لي دور مره في قناته. دوري فين القمامة. أنا ظريفة يا روحي. لا اتصل لك بعدين، اتصل ليش؟ بدي الصوت. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. طبعا لا عرف يمثل دور مرأة ولا عاد يقدر يرجع يمثل دور رجال، انضرب النظام عليه، ما عاد عرفش ما هو النوع. طبعا محمد العماد يتحمل المسؤولية، حرم الآدمي هذا الآن خلاص ولو عارف إلى أن يتجه. شوف يا محمد العماد، هذه العينات مش مكانها التلفزيون، رشح له المكان المناسب له. ثمثوعة. خال ها هذاك معي؟ معك يا ابن اختي. يلا جهز نفسك، باقي حد عنده تهمة لنا؟ هو فقط ببغاء يردد ما يريده حزب الإصلاح، حزب الإفساد. إصلاحي خال. ها سجل عندك واحد إصلاحي وزيده. نفر إصلاح مع السحايق ولا بدون؟ لا مع البيض ولا مع السعودية. مع السعودية. كيف قلت لي إصلاحي؟ طيب يلا نسمع رأي مرشح حزب الإصلاح في مجلس النواب ايش بيقول علينا. فإذا بمذيع طفل من الأطفال، مذيع في رئيس الفصل وقسم نفسه رئيس فصل، وضع نفسه بالمحل الصحيح. يا طفل أنت طفل. الله يا حج مالك علينا؟ أنا طفل؟ يا سلام، أتقصد طفل الحجارة أم أطفال النينجا أم ماذا؟ طفل وتعمل عليه خطبة جمعة خير. ايش عمل الطفل هذا؟ ايش قد قال؟ ايش عمل؟ لا يساوي هذا المذيع او لا يساوي هذا الممثل جالس يضحك الناس من اول الشهر ويدغدغ عواطفهم من اجل ذلك يضرب الاسلام. الله ايش عمل الطفل؟ يضرب الإسلام مرة واحدة. الله ما عاد فيش أطفال، زمان كان زمان عاد في، أما الآن خلاص. قال لك يضرب الإسلام الطفل. الله ايش الإسلام يعني؟ شوفوا اللي ما قدرت ليش الإسلام هذا للحملات الصليبية ولا جنكيز ولا التتار ولا المغول، ويجي طفل يضرب الإسلام. الله يا أخي، معقول لهذا الدرجة الإسلام صار ضعيف تصوره بهذا الشكل انه طفل ولا يضرب الإسلام؟ بعدين بايش يضربه؟ ويدغدغ عواطفهم. بالدغدغة. الله شوية دغدغة وخلاص انتهى الإسلام عندكم؟ يدغدغه في البداية بعدين ايوه واضح يضربه بشوية دغدغة إلى هذا الحد. يعني طفل يضرب الاسم، ما قد عملت، ما قد سويت، ما هو السيف هذا اللي معي الذي بيضرب الإسلام؟ ايش قلت؟ من اول السنة، من اول الشهر بس متاحل منه تحدث عن الظالمين، عن الفاسدين، عن الأحزاب. احنا ما نعرض على هذا، احنا ضد هؤلاء، احنا ضد الظالم، ضد الفاسد، ضد الأحزاب الفاسدة، ضد هؤلاء كلهم. لكن أن تقترب من الخطوط الحمراء. ايوه الخطوط الحمراء، فقول لي هكذا من الصبح فجعتني ارعبتني. الاسلام يضرب الاسلام، انا معك خطوط حمراء؟ عادي يا رجال، الله المستعان. الحوثيين معاهم خطوط حمراء والشرعيه معاهم خطوط حمراء وكل طرف معه خطوط حمراء، يعني ناقصه عليك انت يعني. بس انت ليش دخل الاسلام في الموضوع؟ عادي يقول معنا خطوط حمراء وكذا والامر عادي. لن نضحك لك. تمام ما حدش طلب منك تضحك لنا، اصلا انت في خطبه ما انطلب منك تضحك في خطبه.
طلع انه معه خطوط حمراء، بيقول لك تكلموا عن الاحزاب ومدري ايش والثانيين عادي، بس انتبه الى الخطوط الحمراء حقنا، الناس الثانيين عادي خطوط خضراء، بس لا عندنا لا خطوط حمراء. طيب ما هي الخطوط الحمراء هذا الذي تضرب الاسلام ورعبتنا؟ ما هي اللي ما تشتيش نتكلم عنها؟ إذا به يسخر من هذا العالم، يسخر من عالم كبير، تسخر من الخلافة الإسلامية، تسخر من الشريعة الإسلامية، تسخر من الشريعة الإسلامية، يسخر من الخلافة الإسلامية. كلامي أنا نفسي سمعتك، أنا أروح أدور أين هو الطفل هذا الذي بيهدم الإسلام. ولو في واحد متحمس عنده وعندما يسمع هذا النفخ والإسلام والنفي خضر وسوف يهدم الطفل، بيروحوا يفجروا نفسه في الطفل هذا، وخلاص يصوروا لك الإسلام إنه بينتهي على يد طفل ولا على يد رأي ولا على يد نقاش ولا منشور ولا مقال ولا، خلاص الإسلام بينتهي. إنه يسخر من عالم جليل، معناه خلاص إيش معناه؟ يسخر من الإسلام. من العلماء؟ العالم هذا من هو العالم هذا الذي هو بشر مثلنا يعني، ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام يعني، أو من الملائكة هذا الشخص الذي ما جينا نفتش بعد الخطبة طلع إنه هذا الشخص من ملامحه تشوف إنه مواطن عادي مثلنا يعني، ولابس شال وكوت، بس إنه طرح رأي بيقول لابد أن نعود إلى قبل 1400 سنة لعهد الخلافة. ما احنا قلنا له يا أخ يعني بشر مثلنا، احنا كنا نفتكر إنه مثلنا، قلنا له لا أخ لازم نعيش واقعنا، لأنه لا يمكن أن نعود التاريخ أبدا، ولا عجلة الزمن تعود إلى الوراء. مثل ما الحوثيين بيطالبوا أنه لا عهد الولاية علي والحسين وكربلاء، ونقول لهم لا عيشوا واقعكم اليوم، احنا في القرن 21. وهو لا، مجرد ان احنا قلنا لهذا الشخص رأي، لا انه يهدم الإسلام. ربط الشخص، يربط نفوسهم بالإسلام، وأنه إذا اعترضت عليه ولا على الخطيب هذا خلاص معناه اعترضت على الإله، مع أن كده البخيتي نفسه قد بيقول معه توجيهات إلهية، وإذا اعترضت عليه اعترضت التوجيهات الإلهية وخلاص. احنا يصورون أن أي واحد طلع في منبر خلاص لا يمكن أن تناقشه ولا تعترض عليه، وكلامه هو كلام الله، وهو الإسلام وهو النبوة وهو كل شيء. مع أنه الحوثي بيطلع في منبر، داعش طلع في منبر يختطب، وكل أغلب الناس بيطلعوا، بس في الأول والأخير هؤلاء هم مثلنا بشر. قال الشافعي قال كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو النبي، والباقين كلهم بشر مثلنا، ممكن تناقشه وتعترض وتقول رأيك وكذا، لكن لا يصوروا لك الإسلام في خطر، ولا ربطوا نفوسهم بالإسلام وأنهم هم الدين وهم الإسلام وأنهم مواطن عادي. يا رئيس الفصل لحظة أكمل الفكرة وبرجع لك. طبعا هؤلاء المشكلة الرئيسية فيهم أنه بيشوف إذا اعترضت عليه معناه اعترضت على الله وعلى الإسلام، وأصبحت في مواجهة مع الله مباشرة، مع أنك بس ناقشت رأيه هو، ما تدخلش لا إسلام ولا ناقشت رأيه فقط. هكذا مع مقولة بيقول لك لحوم العلماء مسمومة، لا وهي حديث ولا آية ولا شيء، بس حفظوها لهم لحوم العلماء مسمومة. من قال لك انها مسمومة ولا مبودرة وكذا؟ هو بشر مثلك يعني، هم مسمومة والناس لحومهم غنمي برست، يعني لحوم الناس كلهم مسمومة، لا يحق لك تنهش أعراضهم ولا تسبهم ولا تشتمهم، ولا يحق لك تتدخل في خصوصياتهم ولا تكفرهم ولا تقول هذا في الجنة وهذا في النار، لحوم الناس كلهم مسمومة. يشوف نفسه لا أنا عالم لا تعترض علي، مع أنه واقعيا لو جينا للعلم أعلم واحد في وقتنا الحاضر هو جوجل. هل جوجل أنا نقول لحم مسموم؟ لأنه أعلم منهم وفيها الكتب والأبحاث، واسأله في أي مسألة يجاوبك. هل قال جوجل لحم مسموم؟ لا أبدا. أيضا هؤلاء بيتصوروا أن الإسلام بينتشر بالصياح والملاحقة الناس في الشوارع، إيش لابسة فلانة، من الذي لابس كذا، من هو ثوب قصير، من ثوب طويل، ما معه بنطلون يعني ضيق، أنه هذا هو الإسلام، هو الأمر بالمعروف وهكذا. لا، مش عارف أنه الآن ممكن لاعب مثل محمد صلاح هذا حسن صورة الإسلام، وأصبح ينتشر الإسلام ويبحث الناس عن الإسلام بسببه، وهو لاعب كرة.
جميعنا نعرف محمد صلاح لاعب كرة القدم وفقا لدراسات أجراها متخصصون عالميون، لأن محمد صلاح شارك في التقليل من الإسلاموفوبيا بنسبة 30% منذ التحاقه بنادي ليفربول، فقد تمكن من إظهار الجانب الإيجابي للإسلام وهدم الأفكار السيئة التي كانت مترسخة في معتقدات الكثيرين، مما ضاعف أعداد الباحثين عن الإسلام والاجتهاد لمعرفة المزيد عنه يوميا. لاعب كرة قدم وكيف حسن صورة الإسلام وقلل الخوف من الإسلام في أنحاء العالم ب30%. هو لاعب كرة قدم، لا خرج يلاحق الناس في الشوارع ولا طلع من فوق منبر ولا هدد ولا سب ولا شتم ولا كفر ولا فسق أحد، فقط بشوية تعامل وأخلاق، إلى درجة أنه صحفي بريطاني بيقول لو استمر محمد صلاح بهذا التعامل وبهذا الأسلوب ربما الجيل القادم سيكون أسماءهم محمد في بريطانيا. هو فقط. أما هؤلاء الخطباء والدعاء القليل، يعني مش كلهم طبعا للأمانة، مثل هؤلاء يتعاملوا مع الإسلام مثل صاحب الورشة اللي عندما يفرح إذا قرح تاير ولا حادث ولا كذا عشان يطلب الله يشتغل. وهذا يمكن عندما يحضروا الخطبة كبير بيخرج بس الشارع يشوف من خرج هو مرته أي مطعم نسجل عندك، سجل هذا خرج هو مرته في مطعم شفناهم خطبة الجمعة، يا الله نشم عذر في الشارع نعمل خطبة، شمينا عذر هذا خطبة، من ثوبه قصير ولا البنطلون وكذا يلا سجل، من شرب شاي في بوفيه وحضروا خطبة. يعني يتكلموا على عباد الله أكثر مما يتكلموا عن أوامر الله وعن عظمة الله، فقط عن عباد الله ما لبسوا ما أكلوا إيش بيسووا. الإسلام بسيط، ولكن للأسف مش كل الدعاء ولا كل الخطباء، ولكن عينات من هؤلاء كرهوا الناس في الإسلام أو على الأقل نفروا الناس منه. وين جو خالي؟ بتسجل يا خال، سجلت طفل يهدم الإسلام والشريعة والخلافة وخدمات الحج والعمرة ولا؟ والله أنا مركز مع كلامك، عجبني صراحة كلامك هذا. عجبك؟ يلا تمام. يعني ما قلت لي هذا صلاحي؟ والله للأمانة صراحة احنا حسب ما كلمونا الشباب قالوا ان الإصلاح قد فصل من الحزب، ولكن المهم انك تسجل اللي قال عدو العروبة والإسلام والخلافة وخدمات الكمبيوتر والحج والعمرة وركوب الخيل، سجل هذا الحاجات اكتب فيلم. يلا تمام اسجل. خطبة جمعة عشان رئيس الفصل ويفسر لهم ويشرح لهم كيف الحلقة وايش قلنا وكذا. جمعة الناس منتظرين تشرح لهم آية حديث، مش تشرح لهم رئيس الفصل تفرجوا ما يحتاج تفسر لهم. عموما يلا اللي فاتت هذا الحلقة يتابع الإعادة في خطبة العديني الجمعة القادمة. افتكرتك بتتكلم عن الإرهاب، بتتكلم عن الحكومة، بتتكلم عن الحوثيين، لكن الجنوبيين لا. أهلا يا خالة أهلا، وانتي كمان معك خطوط حمراء ما نتكلمش عنها. أهلا، نتكلم عن الحوثي وعن الحكومة، بس عن الجنوب لا. طبعا ومن الجنوب عندهم المقصود أولا. جنوب هو عيدروس وشلال. عيدروس وشلة. تشتي الصدق والصراحة ما بنسمح لك تتكلم عن القيادة حقنا. عيدروس شلال هاني هذول خط أحمر، غيرهم تكلم براحتك تمام. ايش دخلك او خالتك؟ لا دي خالة القيادة. اهدى خلاص. اهلا يا خالة. بعدين بالحين الكهرباء المظلمة الغرفة وانت المظلمة او كن ولعي الكهرباء يا خالة. يعني اذا ما تذكرش عيدروس وما تذكرش شلال وما تذكرش هاني بن بورك معناته انه الجماعة بس يشخطوا لك الشيك. ها شفتي كيف يا خالة؟ من سرب لها الخطة، عرفت لوحدها، متأكد ان لوحدها او سربوا لك الخطة. بتقول لكم الذي يشخطوا للشيك يتكلم على شلال وعلى عيدروس. الله، عيدروس هذا وشلال ثروة وطنية صراحة طلعوا. يعني الآن الذي يريد راتب ولا الذي يريد ينمي ثروته ولا يشتي مصدر داخل لا عاد يفتح محل ولا شيء ولا يشتي يتزوج ولا يشتي يعمر وكذا، بس يتكلم على شلال وبيصرفوا له شيء. خلك ذكية يا بدل ما انت جالسة في الظلم هكذا جالسة تتكلمي عليا والله ما يشخطوا لك حاجة. روحي تكلمي اللي منهم فايدة على شلال شايع وعيدروس عشان تشتري لك ماطور على الأقل تولعي. ما أنا الآن ما نشوفك أقل شيء، أنا ما بنشوفش حاجة الآن، نخرة وصوت فقط. ولعي الغرفة، ما عندناش داري، ما أنا طافية الغرفة وأنتي طافية أو كذا.
ايوه خالة، باقي عندك شيء؟ مفهوم يا إمعة؟ مفهوم يا صفر على الشمال؟ يا مريض، انت مريض ولا غبي ولا سقطت وانت قايل على راسك وتعورت ومش قادر تستوعب؟ كلهن يا خالة، كلهن سقطت وانا صغير وما اقدرش استوعبه، كلهن يا خالة. خال سجل كلام خالتي، بتقول لك انا سقطت وانا صغير وامعة وصفر على الشمال، سجلها ولا كلهن. خالتك قلت لونا؟ لا خالتي، هذا خالتي ام شلالة وام عيدروس. يلا تمام. يا ابن اختي غبي موجودة، اسجل مرة ثانية. غبي أس 2 اعمل. تمام. مواردنا ولا بتلاقوا ريال ولا ريال، مواردنا رايحة للبنك حقنا يا حبيبي. يا حبيبي، وفي الأخير طلعت حبيبك. يا سلام، كل هذا وأنا حبيبك. يا سلام سلم. يلا سهل، مش مشكلة يعني. شتم الحبيب مثل أكل الصليد، مش مشكلة. بس ايش قلتي؟ ولا بتجيبي لي ولا ريال؟ ولا ريال. ليش هكذا يا خالة؟ حرام عليك، ليش القسوة هذا؟ قال لي شحك المواصلات ترجعني إلى البيت. لا ما خليك رحيمة يا خالة. ولا ريال. ولا ريال. يلا سهلة، شكلك معصبة. روقي يا خالة، روقي وسمعنا أي حاجة بصوتك. حرق بنارك يا روح، بشوف من يرحمك، وإن كنتش تلقى نور بدوس عليك بهرسك. صوتي حلو. قلبت صوتها حلو. وين الحلب الموضوع هذا؟ تمام حلو. يلا تمام، مع انه والله يا خالة لا صوت ولا يلا مش مشكلة، صوتك حلو. يلا بس لو تكتبي كتابة انه احسن. باقي حاجة عندك يا خالة قبل ما نغلق التكة؟ وبعدين ليش تشيل حقنا الالحان؟ يا اخي شو لك لحن حق الخفش ولا محق الحارثي ولا بحقنا الالحان وتسب لنا؟ انت على فكرة بلا اداب والله، يعني انسان مدري كيف. شفت يا خالة، طلعت مدري كيف. حتى انا ما توقعت انه بطلع مدري كيف، بس مدري كيف طلعت. خال سجل عندك، خالتي بتقول انني بلا تربية وبنسرق الالحان وبلا ادب. بلا ايش؟ بلا حدود. سجل اي حاجة. بلا لغاقة يا ابن اختي، السبورة مليان. انا سجل تعبتوا. سجل بتحصل مكان. ايوه ايش قلت يا خالة؟ سرقت الالحان. ايش بسرق في اللحن يعني؟ هو شوية دندنة واللحن جالس مكانه. المفروض تزعلي لو تزعلي على السرقة، تزعلي على من سرقوا المواني، من سرقوا الجزر، من سرقوا خيرات البلاد، من سرقوا الرواتب، من سرقوا الأمن واستقرار في عدن، من سرقوا الأراضي وبسطوا عليها ونهبوها، من سرقوا ونهبوا يعني مدخول الناس في النقاط. هذا الأشياء التي تزعلي عليها والتي تسمى سرقة. ثلاث سرقة على اللحن. عموما ما بطولش معك. أيضا هؤلاء معهم خطوط حمر وبيتهمونا اتهامات، وكل واحد بيتهمنا ان احنا تابعين لطرف اخر. اليوم قدو بيلعن هادي ويلعن الاصلاح ويلعن الكل، ما عاد تدري من يلعن. يا الله، رجع هذا يا اخي. متى بنلعن احنا؟ في فرق بين اللعن وبين النقد. احنا ما نلعن لا، هذا شعاركم انتم، الصرخه كلها لعن. اما انا متى بنلعن؟ مع انه صراحه في ناس تستاهل اللعن، بس ما العنش. ولا انا قادر اقول الله يلعنك، بس ليش اقول؟ انا بايش بستفيد اذا قلت الله يلعنك؟ صح بيقولوا والله في ناس يستاهلوا اللعن، بس انا ما اقولش الله يلعنك، ولا يمكن انني يعني، لانه برنامج محترم ما يمكنش انني اقول الله يلعنك، ولهذا اخلاقي ما تسمح ليش ابدا انني اقول لك الله يلعنك. اصيل يا ابن اختي، اصيل. الله يحفظك، تربيتك يا خال. عموما أنا لي قرابة 10 سنوات أشتغل في الإعلام، وطوال هذه الفترة قد سمعنا من التهم المئات وآلاف الشتائم، ونتقبلها بصدر رحب. فقد الذين يطلبوا أننا مستعدون أن نتقبل شتائم هؤلاء، فهل هم مستعدين أن يتقبلوا سماع رأينا ونقدنا البسيط؟ ما تشوفوا في السبورة الآن احنا قد وفرنا كل هذا التهم وعملناه تنويه بداية كل حلقة، لأننا عارفين أننا لن نسلم من الاتهامات. الذي يقول لك تابع لأمريكا والمخابرات الأمريكية، وتابع لإيران، وتابع للسعودية، وناس يقولوا تابع لقطر، وناس تركيا، وناس يوغوسلافيا. نقول لهؤلاء والله إن احنا أبسط مما تتصوروا،
والله لا دول تقف وراءنا، ولا هم عارفين وين احنا، ولا أحزاب مرتاحة لنا، ولا الشرعية تمولنا، ولا ميليشيات، ولا منظمات. احنا مجموعة شباب نحاول بقدر استطاعتنا أن نقول كلمة، نحرص أن تكون هذه الكلمة نافعة بقدر ما نستطيع حتى لو كلفتنا ثمن، ولكن هذا واجبنا الذي نقدر عليه. ومحتوى هذا البرنامج لا يقف وراءه أحد أو يملي علينا شيء. داخل هذا الفصل تنتج حلقات هذا البرنامج، احنا ننتج ونعد ونجيب أكلنا معانا وننام لنا فوق كنبة. هذا هو المكان. ونظرية المؤامرة أنه يقف خلف هذا البرنامج دول وقيادات ومدري إيش، والله أنه كلها أوهام لا أساس لها من الصحة. نحن شباب من معظم محافظات اليمن من شماله وجنوبه، نحاول أن نوصل أصوات الشباب أمثالنا الذي وجدوا أنفسهم وسط صراع وحروب ليس لهم أي ذنب. شباب أصبحوا لاجئين داخل وطنهم، شباب تغنوا بالنشيط الوطني في مدارسهم وفي طابور الصباح، حتى إذا كبروا لم يجدوا هذا الوطن الذي كانوا يتغنوا به، بل اكتشفوا أن الوطن عبارة عن أشبه بملكية خاصة ومقسم بين شبكات مصالح ضيقة، والبقية عبارة عن مجرد ضيوف ينتظروا دورهم.